لبيك يا أقصى، لبيك 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 يا أقصى، قررت هيئة المحامين بالدار البيضاء لكي تحضر في هذا الحدث، وبطبيعة الحال لم يسبق لهيئة المحامين بالدار البيضاء أن تخلفت على مثل هذه المواعيد، وحضرنا هنا لكي نقول للمجتمع الإنساني كفى من تقتيل الشعب الفلسطيني، كفى من جويع الشعب الفلسطيني، كفى من حصار الشعب الفلسطيني. هذا الشعب الأعزل قد تعرض لما تعرض له من ولاة، فكفى. الشعب يريد تحرير الأقصى، الشعب يريد تحرير الأقصى، الشعب يريد تحرير الأقصى. هذه الشعارات التي نسمعها ويرددها هؤلاء الشباب والحضور واضحة تماما. القدس عربية، القدس لنا، شهداء بالملايين إلى القدس رايحين، وهكذا. لذلك فلسطين عربية. هذه هي الرسالة التي من خلال هذه المسيرة نحو المجتمع الدولي من أجل نصرة ودعم القضية الفلسطينية. الخروج ديالنا اليوم هو للتعبير الى جانب جميع اصوات الشعب المغربي اللي خارجين مع اختلاف الاطياف ديالهم السياسيه والايديولوجيه من مختلف المشارب. جينا باش نقولوا بصوت واحد انه الانتفاضه الثالثه للشعب الفلسطيني والمقاومه الفلسطينيه هي شرعيه وكانت لابد منها، لاننا لا يمكن ان نقبل يعني مزيد من الانتهاكات ومزيد من الاغتصاب الارض الفلسطينيه والشعب الفلسطيني في الحقوق ديالو، في الاستقرار وفي السلم وفي الحريه، وانه ان شاء الله ابوا او كرهوا هذه الانظمه ولا هذه الدول اللي خاضعه لاسرائيل والصهاينه، انه اليوم ولا غدا غادي تكون دوله فلسطين حره وعاصمتها القدس الشريف. اذا نحن الان ننتعش بالذاكره وننتعش بالواقع، ونتمنى ان يكون الصدى يعني مهما للشعوب العربية وبالخصوص لأنظمتها حتى تغير من استراتيجيتها ومن تعاملها مع الكيان الصهيوني. كنصروا القضية الفلسطينية لأن كنعتبروها هي قضية مركزية في الأمة، وكنشدوا يعني الشعوب العربية كاملة تهب والشعوب الإسلامية كاملة تهب لنصرة القضية الفلسطينية بجميع أشكال المناصرة. وإحنا يعني كنخرجوا كنعتبروا هذا أضعف الإيمان، هو يعني خروجنا يعني نخرج بأصواتنا، وإن شاء الله يعني خصنا نضمنوا كجميع الفاعلين السياسيين والفاعلين يعني في الأمة أنهم يخرجوا بكثافة ويعني وينوعوا أشكال المناصرة. من أجل الأقصى، من أجل النصرة، قاوم يا مقاوم، قاوم يا مقاوم. كما أن هذه المسيرة تبعث برسالة إدانة إلى الكيان الإسرائيلي على جرائمه التي يرتكبها، وإلى المنتظم الدولي الذي يتغاضى على الجرائم الإسرائيلية بل يتآمر على الشعب الفلسطيني وعلى مقدساته. إننا نحن هنا كمغاربة وافدين من كل مدن المغرب وبكل مكونات الشعب المغربي نعبر عن أننا قلب واحد مع الشعب الفلسطيني وجسد واحد، وأن القدس لا يمكن أن نسلمها ولا يمكن أن نتساهل فيها.